أهلا وسهلا بكم في برنامج ثقافة. في هذه الحلقة سنغوص في عالم الفصاحة والبلاغة من زاوية الشعر، ونستضيف الهادي الجمري وهو شاعر تونسي. صدرت لك العديد من الكتب: حشاد، أنشودة الأمل، أطيل الوقوف على رغوة للذهول، أنا وجرحي والهوى، وأسراب ماردة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخ توفيق، هل مرحبا. تعتقد أنه مع الرواية فقد الشعر غوايته؟ مما لا شك فيه، لأنه السردي أصبح هو السائد هذه الأيام، وخاصة أن الشعر القصائد الحديثة أصبحت غائرة في الغموض وليس هنالك نفور يعني في الشعر ومن الشعر. يعني نفور من الشعر خاصة للمستهلك المطلع على الأعمال. مثلا ليس مثل ما كان عندما محمود درويش مهم. كان يقرأ له، لكن الخاصة، وكثير من الناس يسمعون بمحمود درويش مهم. ولكن ربما لم يقرأوا أو بعض الأبيات الشعر الذين قرأوا لها لأنها صادقة وصلت إلى الجمهور. هذه الأيام أصبحت كثير كلمة الشعراء، ولكن الشعر الذي يستطيع أن يجلب وأن يشد المستمع أو القارئ أرى أنه غير متواجد بوفرة. مات الشاعر مع نزار. لا, لا لم يموتوا مع النزار، هناك كثير من الشعراء على الساحة موجودون، والحمد لله أنهم ما زالت لهم اليد الطولة في أن يبلغوا الكلام الجميل وأن يقولوا الشعر الجميل. ولكن مع نزار حقبة زمنية مثلا ذهبت أنه شعر المرأة وشعر الحب هو في اختصاصه أبدع وأقنع. أنت أيضا كان يفترض أن نستضيفك في عيد الحب باعتبار أنك نعم. شاعر الحب، أليس نعم. كذلك؟ نعم، أنا شعر الحب تحصلت عليها في 2007 في أكبر مسابقة في أمير الشعراء في أبو ظبي، مهم. ومسابقة كان فيها أكثر من 7000 أو أكثر من يمكن ما يقارب ما ينيف عن 8000 يعني شاعر عربي من جميع أقطار الدول العربية، واختلعت اللقب بالثالث، يعني شاعر أمير الشعراء ثم شاعر الجماهير ثم شاعر الحب، محدثك الهادي الجمري الذي عرفت بشاعر الحب. طيب، خرجنا من الشاعرية إلى الثورجية الشعرية. هو بصراحة نعم هنالك، لأنه أنا سبق أن قلت أنك عندما تريد أن تكتب على شيء وأنت غير مقتنع به، مهم. لأنه كثير من الناس مثلا من الشعراء نأخذ على الثورات أو الربيع أو مهم. كما يحلو لهم أن يسموه، أنا أرى فيهم أنهم يكتبون وربما لم يفهموا ماذا يفعلون أو كيف يكتبون. أو أنا لا أتحدث عني أو عن كثير من الشعراء الذي أحترمهم، لكن بعض الشعراء أنهم ثورجوا إنجاز صح التعبير ودمغجوا ودخلوا في إيديولوجية الثورة، وهذا لا يستقيم. إذا لم تقتنع بشيء كيف تستطيع أن تكتب عليه بصدق؟ إذن لا نتحدث عن رواية، ولكن نتحدث عن رواية شعرية على غرار أحلام مستغانمي. نعم، أحلام مستغنمي هي في حد ذاتها تكتب الشعر وتتنفس نثرا، وهذا جميل. وأنت تتنفس شعرا. أنا أتنفس، أنا أحيا شعرا وأتنفس وأغتسل كل يوم في أحداق القصائد. ولكن أنت تغتسل، هذا كلام جميل، ولكن عندما تعد قصيدة يفترض أن تحترق من الداخل. تحترق كم مرة في نعم، اليوم؟ أحترق في كل لحظة من اللحظات، أحترق في كل بيت شعري، يعني في كل حرف وليس في كل في كل بيت. حرف. نعم، وهنا وقلبك يصمد. مما لا شك فيه. أنا يحاول أن نصمد، أني أرى أن قلب الشاعر يجب أن يكون بحجم الأزرقين، بحجم البحر وبحجم السماء. أحيانا تراني أحلق، وأحيانا تحركني همزة ريشة، وأحيانا لا تحركني. يعني مثلا فاجعت عندما ماتت أختي، لم أستطع أن أفرج عن نفسي إلا عندما احترقت بالكتابة وبكتابة الشعر، فكتبت أطيل الوقوف على رغوة للذهول، حتى أني الأخ توفيق أصبحت أتنفس الشعر ولكن أتنفسه في مر الرياح، وأقول مثلا: تجرعت مر الرياح ودست دبيب المدى، أقلب ملح الوداع الكثيف، أساور شك المقابر حينا وحينا، أخذب شيب الرصيف، وحينا أصدق وهمي وأتلو على مسمعيها نحيب الوجوم المخيف. يعني أنت فهمتني يعني. طبعا فهمتك، ولكن نحن في عالم جفت فيه الكلمات وطغت فيه الصورة. كيف ينحت الشاعر أقواله حتى تتحول إلى صورة في مخيلة على الأقل المتلقي؟ هذا سؤال خطير. ليس خطير. قلت لا، هذا سؤال خطير بالنسبة إلي. أنا أتكلم من زاويتي، لأنه كيف ينحت؟ أنا أؤمن بالموهبة. الموهبة أتتك وأنت في أنا خلقت بها.
خلقت مما لا شك منذ فيه. 7 سنوات بدأ. منذ أقل من 7 سنوات كنت أنا أتذكر في سالف الزمان كانت التلفاز يعني بالأبيض والأسود، كنت أذهب أقطع يعني أميال من أجل أن هنالك مسلسل باللغة العربية اسمه أبو الطيب المتنبي. نسيت من المخرج، وكنت أيضا جوهر الصقلي عندما كان حسين فهمي، ويعني كنت أنا تشدني اللغة العربية، وكنت في المسلسل كامل أحب أطوار وأحداث المسلسل، ولكن كنت أتلقف أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. كنت تشدني الشعر، فكنت أسمع يعني من الوهلة الأولى أو المهلة الثانية أستطيع أن أحفظ في ذلك الزمان، وأعود إلى البيت وتراني أرتدي يعني مثل هذه العباءة الجميلة العربية، وأضع على رأسي شيء، وبعد ذلك تراني أردد وأتشبه بالمتنبي. وكنت أتمنى دائما أنا أحب المتنبي كثيرا، ومن لا يحب المتنبي. هذا فلتة من فلتات الزمن، حتى جاء فملأ الدنيا وشغل الناس، هذا المتنبي. وأحب كذلك أدونيس، وأحب درويش. أحب أدونيس، ولكن عندما نتحدث أدونيس، ما قولك في ما مشروعية هذا الكلام بأن ما يقوله أدونيس هلوسات على شعار على جدار الذات؟ أنا لم أفهم السؤال يعني جيدا أستاذ. يعني كلام أدونيس مجرد هلوسات على جدار لا، الذات. هذا لمن لم يفهم أدونيس. أدونيس مفكر عربي كبير جدا، وأدونيس متمكن من اللغة العربية، وربما أنه الفكر ونضوجه الفكري هذا ليس كلام سلبي، يعني الهلوسات على جدار الذات لا، هو عندما يقول هلوسات هنالك كثير من الناس وظفها توظيف سلبي، وأنت ترى من زاويتك أن إيجابي. أنا معك، لأن الشعر جنون أو لا يكون، الفن أنت مجنون إذن، مما لا شك فيه. ولذلك أنا أقول جنونك يومي أم شهري أم سنوي؟ في كل لحظة. يمكن أن تراني هكذا، أنا أقوم في استوديو وأقول شعر ثم أعود إلى هذا المكان. أنا ربما ينتابني شيء من الجنون، ولست أنا، لأن الوقت ربما وجيز. أنا أتذكر مرة أنا أكتب الشعر وكنت أقود السيارة، وكان عندي موعد، فاغتالتني القصيدة التي حاصرتني من كل مكان. انتهى الأمر، يجب علينا أن نكتب الشعر. فركنت وأغلقت الهاتف ونسيت يعني تذكرة السفر، ونسيت، وأخذت أكتب القصيدة، وكانت قصيدة مقبولة شاركت فيها في أبو ظبي، وشدت الناس شدا قويا، ولكنني أنا أراه ضرب من الجنون، ولكن كانت النتيجة أنها قصيدة جميلة على حسب ذكر آخرين. أنا لا أدعي ولا أزعم أنني شاعر كبير، ولكني أراني أنا أقنع الناس بأن أكون شاعرا في المستوى إن شاء الله. مكانة الفصاحة في زمن الشعر الشعبي هي المكان الأساسي، هي اللبنة الأساسية، لأن إذا الإنسان لا يتقن اللغة العربية والشعر سقف الكلام، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شاعرا مبدعا. ومع أشد الأسف أستاذ توفيق، أنا أرى كثير من الناس الذين يحبرون القصيد لم يلتفتوا إلى الجانب النحوي والصرف وكذا، ويقولوا ويزعمون أو يتشبثون بالمثل القائل علينا أن نقول وعليكم أن تتقولوا. لا، هنالك اللغة العربية هي لغة الأم التي نستظل بظلال الوارفة. هذه اللغة التي تلاشت في بعض الأماكن تلاشت عفوا، وأصبحت يعني غير مستهلكة. أنا كثير من الناس أو من الشعراء أو بين الظفرين الذين يزعمون أنهم يكتبون الشعر في يعني في شبه جفوة بينه وبين اللغة العربية، هذا لا يمكن. يا إما أن تكتب باللهجة العامية أو بالنبطي، أو أن تشارك في شعر المليون مثلا باللهجة العامية الجميلة الخليجية، أو أنك تصمت، أو أن تكتب بالشعر الشعبي التونسي أو الشعر الملحون الجزائري أو الشعر الليبي. هذا شيء يشد، ولكن أنك تتكلم باللغة الضاد، وأن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه اللغة الجميلة، هذه اللغة الأنيقة، هذه اللغة الرشيقة، هذه اللغة الوثيقة، هذه اللغة التي تجمعنا وتأمنا نحن كأمة عربية. ماذا يجمعنا سوى الكلمة الجميلة؟ عندما نتحدث اللغة العربية العالم العربي كله يفهم وكله يفقه. الذي يشدنا هذا الأمر أستاذ توفيق، هل يمكن أن نفقه فيما في خاصة الشعر الجاهلي؟ أصبح أنا أقول لك مثلا: ولي أهلون دونكم وعيد عسيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل. مرة أنا في من يفهم هذا الكلام؟ من لا يفهمه إلا خاصة الخاصة، وحتى تجده الآن هذا كلام مضى، ولو أنها لامية العرب وعلموا أبناءكم لامية العرب، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه بن الخطاب:
يعني في ذلك الزمن علموا لامية العرب لما فيها من مبادئ ومن قيم، لما فيها من تحديات لليوميات اليومية. هذا الرجل ولي أهلون دونكم سيدا وعملس وأرقة زهلون وعرفاء جيل. يا أخي كيف ستستطيع أن تفسر هذا؟ ولو أن الإغال وفي في التعتيم مثل القصيدة التي بين الظفرين الذين يكتبون قصيدة أنا جئت من سماء رابعة وأنا أبحث عن كذا وكذا، وتجد بعد ذلك لا يفهم حتى ما يكتب. كيف تستطيع، كيف تريدون أن أفهم أنا ما يكتبه الغير وهو لا يفهمه ولا يفقهه؟ تتأسف عندما تتابع البرامج التلفزيونية وترى الفراغ في المجال الشعري؟ أتأسف كثيرا بصراحة، وأشكركم كل جزيل الشكر أن استضفتموني. أتأسف أيما تأسف، وبالعكس أنا أجد أحيانا عندما أجد شاعرا، وأيضا أرى حتى أن المواضيع التي تطرق من خلال ربما الثنائي يكون المنشط أو الشاعر الضيف ربما في أغلب الأحيان ما يعرفوش يتعاطون كيف يتحدثون مع الشاعر. هنالك شاعر يبدع عندما يكتب، أمير الشعراء أحمد شوقي عندما يكتب يبدع، ولكنه لا يلقي قصائده. كثير كذلك الشعراء إذا كان ما يلقوش في نفسهم أنهم يستطيعوا أن يتكلموا أن يقنعوا، يجعلوا قصائد محفورة في الذاكرة ومنقوشة. نعطيك فرصة لإلقاء أحدث ما لديك من شعر. أنا سأقرأ عليك قصيدة هي من أجل ذلك أنا تتحدث عن حبيبتي التي أحبها محبة عظمى. أقول فيها ألفت عتابي ألفت عتابي إذ ألفت هواها، ما أغرب الدنيا وما أحلاها. فتشت في عينيك علي قد أرى قدري هناك وما هنا إلاها. عز العروبة والشهامة والرؤى، عز الكرامة لا أحب سواها. والله لا أهوى ولا يهوى الهوى إلاك أنت وأنت من أهواها. والله قد يفنى الزمان وإن مضى هذا الزمان، فناقتي سقياها قالوا نسيتك قلت كيف وكيف لي نسيانها. والله لا ينساها قالوا احتمالا أن تكون موحدا لا مشركا. ولكم عبدت إلها قالوا لعمرك هل صبأت ولم تكن إلا مسيحا سائحا أواها. فأجبتهم والحرف يلفح غيرتي عن أهلها عن مدنها وقراها، عن كل جزء من شناشيل الهوى، عن تونس الخضراء ما أحلاها. طيب إذن تستحق ميدالية شاعر الحب. هادي نعم. القمري، شكرا لك. شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.